أهلا بكم في لقاء جديد في حديث العرب، وضيفي هذا الأسبوع هو الروائي العالمي الأستاذ إبراهيم الكوني. أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. مرحبا بك. طبعا حوارنا يعني الرواية حاضرة، لأنه ما شاء الله إنتاجك غزير جدا في الأعمال الروائية، ولكن الفلسفة سيكون حضورها أكثر في هذا الحوار. أرجو أن لا تمانع. طيب، ببدأ بسؤال عن يعني من ضمن القضايا اللي دائما تطرحها أسئلة في الهوية، وتقول إن الطوارق أمة وليست قبيلة، لكن الأيديولوجية القومية العربية ألغتهم واختزلتهم في قبيلة. من هم الطوارق في تعريف إبراهيم الكوني؟ من المؤسف أن نضطر الآن بعد قرون بل آلاف السنين على وجود هذه الأمة في رحاب أكبر صحراء في العالم وأكثرها تنوعا وغناء وجمالا كما يقول عنها خبراء وعلماء الصحاري. نعم. أن تظل مسألة هوية هؤلاء القوم الذين يسكنون ذاك العالم ما زالت مجهولة أو تحتاج إلى تعريف. لأن من يقرأ ابن خلدون يستطيع في تاريخه أن يستطيع أن يدرك في جملة واحدة من هم الطوارق ومن هم سكان الصحراء الكبرى، بما في ذلك سكان شمال أفريقيا، حيث يقول أنهم أمة عظيمة مثلها مثل العرب والفرس والروم. نعم. هذه عبارة أعتقد أنها كافية. فإذا أضفنا إلى ذلك أول متن في التاريخ العالمي وهو تاريخ هيرودوت الذي خصص لهم كتابا كاملا عن ليبيا، يستطيع أن يفهم أن هذه الأمة أمة عريقة ذات ثقافة ثرية، ولغتهم أثرت في ليس فقط في الأمم نعم. المجاورة، وإنما أثرت في كل اللغات ذات الطابع الديني، وأثرت في تكوين المفاهيم في اليونانية القديمة وكذلك في اللاتينية. لقد كتبت موسوعة من 7 مجلدات حول هذه القضية، ولكنها لم تقرأ أو قرأت وتم تجاهلها. من ضمن الأسئلة اللي وصلتنا أستاذ إبراهيم عن طريق السوشيال ميديا، عن طريق تويتر، سؤال يقول: هل يفضل إبراهيم الكوني القول بأنه يمثل الطوارق أم العرب أم الإنسانية؟ ويعلق أيضا: الإخوة الليبيين يختصمون بسببه. لا يختصم بسببي إلا أولئك الذين في نفوسهم مآرب أخرى كالذين شوهتهم أيديولوجيات العصر الحديث، أو أولئك الذين لم يعنهم الزمن أو الظروف لكي ينالوا قسطا من المعرفة. أما غير ذلك، عن من تتحدث هنا؟ على نماذج، هناك نماذج. لكن أنت بما تعرف نفسك أستاذ إبراهيم؟ طوارقي، ليبي، عربي. يعرفني الغرب والشرق العالمي، أقصد من اليابان إلى أمريكا مرورا بأوروبا كلها، بأنني كاتب إنساني. ومن يقرأ أعمالي سوف يدرك ذلك، ولكن أعمالي لا تقرأ. أنا أقرأ كشخص ولكنني لا أقرأ كنص. هذه مسألة جدل النص والشخص، هذه مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. الناس يستهويهم الشخص ولا يستهويهم النص، لأن النص مسألة صعبة. النص يحتاج إلى قراءة، النص يحتاج إلى أسلحة أخرى، يحتاج إلى تفلسف، إلى فلسفة، معرفة أو قدر محدد من المعرفة، وأيضا بطولة في اقتحام النص، لأن قراءة النص سيما إذا كان موزعا بين 80 كتاب أصبح في عالمنا المعاصر مخاطرة كما يبدو. نعم، أنت تتحدث عن العالم العربي. العالم العربي لا يقرأ إبراهيم الكوني بالتأكيد، ولكنك بالخارج مقروء. بالتأكيد. نعم. هذا ما أثبتته التجربة. يعني كم كتابا صدر عن أعمالي في العالم العربي؟ قليلة جدا. ولكن في أوروبا وفي اليابان وفي أمريكا هناك تنظم الندوات، وهناك
تدرس عمليا في الجامعات، وحتى في ألمانيا مثلا حتى في المناهج التعليم الابتدائي. لكن في العالم العربي ليس المقصود إبراهيم الكوني نفسه، يعني ذلك يؤسفني أن أكون أنا من يقول ذلك، يعني يؤسفني أن أضطر أن أدافع عن نفسي في قضية مثل هذه، قضية بديهية مثل هذه، لكن الناس لا يعرفون لأنهم لا يقرؤون. أنا لا أستطيع أن أناقش أناسا لم يقرأوا نصي. نعم. والأغلبية الآن لا تقرأ لأنها يعني مستواها يعني أو العراقيل أمامها هو التقنية، هو تقنية المعلومات التي هيمنت على عالم اليوم وغربت عالم اليوم عن المعرفة الحقيقية الموجودة في النص وليس في الشخص. لكن ليس إبراهيم الكوني مقصود لوحده، يعني الناس لا تقرأ لأنه للأسف ظاهرة القراءة في العالم العربي تمر بأزمة. هذا واضح. نعم. طيب أستاذ إبراهيم، أمس ونحن في ضيافة صديقنا المشترك عمر الأنصاري، نعم، أنت حذرتني من أن يتحول هذا الحوار إلى حوار سياسي. بالتأكيد، لأن نعم. عالمنا كله مسيس. نعم. أنا لماذا لا تحب الخوض في السياسة؟ أنا أستنكر تسييس عالمنا، أنا أستنكر اختزال الوجود في حرف ساكن وميت هو حرف السياسة أو الإيديولوجيا أو ربيبتها الإيديولوجيا، لأن عالمنا لم يشهد تسييسا أو تزييفا للروح كما يشهده اليوم بفعل التسييس، بفعل نزعة التسييس وبفعل نزعة الأدلجة. عالمنا كله مسمم بالأيديولوجيا، سواء كانت دينية أو قومية أو أممية أو ليبرالية. هل تخشى من تسييس الأدب أيضا؟ وهذا حاصل. تسييس الأدب هذه أكبر كارثة نعانيها اليوم بالتأكيد. الأدب اليوم ليس أدبا، اليوم الأدب تقارير. هذا الذي يطلق عليه اسم روايات اليوم، هذه ليست روايات، الروايات أسطرة. لماذا لا نحتكم إلى الواقع؟ لولا الأسطرة، هل هناك نص يمثل الأدب ويمثل الأدب في البعد السياسي أيضا مثل نصوص كافكا مثلا أو ماركيز؟ ولكنهم لا يكتبون تقارير سياسية، ولكن يؤسطرون الواقع، لأن أسطرة الواقع بطولة تحتاج إلى أدوات، إلى إمكانيات صعبة، ولكنهم أهل هذا العصر يستسهلون الأشياء ويذهبون إلى الأشياء من أقصر طريق بدل ما يذهبوا إليها من أبعد طريق الذي هو أعمق طريق. نعم. الطريق الشرعي. تقول رؤيتي للعالم غير سياسية، إنها فلسفية أو إنسانية. بالتأكيد. لكن أين المفر من السياسة أستاذ إبراهيم؟ أنا مشاهد، أنا أحيا مشاهدا، أنا لا أشارك في اللعبة ولم أشارك فيها في يوم من الأيام. تصل لي شظاياها بالتأكيد، لأن في عالم اليوم لا يسلم أحد من هذه الشظايا، ولكنني طوال الوقت أحيا مشاهدا وأحاول أن أتأمل ما أشاهد. والمشاهد أفضل من يشارك في المسرحية في المهزلة، لأن من يشارك في المهزلة أعمى، أما من يشاهد فهو من يرى، لا يرى فقط ولكنه يرى بوضوح. نعم. أعني هو صاحب ليس الرؤية بالتاء المربوطة فقط، ولكنه هو صاحب الرؤية أيضا بمعنى النبوءة. نعم. لكن أليس المطلوب من المثقف خاصة في منطقة مثل منطقة العالم العربي مليئة بالتناقضات والأحداث، ألا يطالب المثقف بأن يلعب دور في أحداث هذا لا يعني أنني ألعب دورا، أنا نصي يلعب دورا، أنا نصي يمثلني وأنا لا أمثل نصي. أنا أقول هذا الكلام طوال الوقت. النص هو الحكم وليس الشخص. يعني اقرأوا النص وحاكموني من خلال النص، فلنحتكم إلى النصوص. أنا عندي 80 كتاب. نعم. المقياس هو النص، ولكنهم لأنهم يتعبون، لأن النص اليوم غائب، لأن الناس اليوم مولعون بالمعلومة وليس بالعلم وليس بالمعرفة. نعم. ولذلك النصوص مغتربة، النصوص الحقيقية مغتربة في عالمنا. نعم. هذه حقيقة واقعة. أنت ترى بأنه لم يعرقل النهضة العربية مثل الشعارات الأيديولوجية، وأنا أعرف أنه أنت عندك موقف واضح من الأيديولوجيا. بطبيعة الحال هذا شيء واضح جدا. ما عرقل النهضة العربية التي بدأت مع مطلع القرن العشرين لو لم تعترضها الأيديولوجيات لكان الأمر معها أمرا آخر. الأيديولوجيات بفروعها لا أستثني منها شيئا،
لا أستثني منها أي ركن. يعني ليس فقط الأيديولوجية الدينية، إنما الأيديولوجية بشكل عام بطبيعة الحال. نعم. كل الأيديولوجيات، لكن المهيمن اليوم على منطقتنا هي الأيديولوجيا الدينية. اليوم مهيمنة الأيديولوجيا الدينية، بالأمس القومية، وما قبلها الأممية إلى آخره. نعم. بالتأكيد. نعم. ما يحدث اليوم، ما يحدث، هل ترى أناسنا اليوم سعداء؟ لماذا لا نتساءل أننا نحن عما إذا كنا سعداء؟ نحن أشقياء في واقع الأمر بسبب الشعارات، بسبب الأيديولوجيا. إنسان مسيس أو إنسان شعاري، هذا إنسان مغترب عن قيمته الإنسانية الحقيقية، ولهذا هو شقي. تقول حيثما هيمنت الأيديولوجيا الناس تعساء، هكذا تقول. بحب الحرف الواحد، لأن في الأيديولوجيا تنتج الطاغوت. الميثولوجيا تنتج اللاهوت. نعم. اللاهوت مع اللاهوت دائما الأمر يختلف. هو يجب أن نرجع إلى المصدر. من أين أتت الأيديولوجيا ومن أين أتت الميثولوجيا؟ الميثولوجيا أتت من الإنسان البرية، من الإنسان الراحل، عندما كان المجتمع راحل، قطبه راحل وقطبه مستقر. القطب المستقر هو الذي أنجب الأيديولوجيا والسياسة والسلطة، في حين نموذج البرية أنتج الحرية وأنتج الميثولوجيا واللاهوت. نعم. لهذا السبب الأديان كلها قادمة من البرية، من الصحراء، من الصحاري، من نعم. البرية، وليس نعم. من، بيكون عندي مجموعة من أسئلة عن الصحراء ودفاعك عن الصحراء، والبعض يقول أنك يعني متعصب للصحراء، ولكن سأؤجل هذا للجزء الثاني. أنا متعصب للصحراء بطبيعة الحال، مش لأنني أنا ابن الصحراء، ولكن لأنها الطبيعة الوحيدة المتسامحة والمظلومة والتي تدمر كل يوم، البيئة الوحيدة التي تعاني منذ الأزل من التدمير ومن التهميش ومن الاستعباد ومن الإنكار، هي الصحراء. نعم. برغم أن هذا العالم كله اليوم يحيا من الطاقة التي القادمة من الصحراء، ومن الخيرات القادمة من الصحراء. في نعم. بلد مثل ليبيا حتى المياه قريبة من الصحراء. أنا يعني مخصص مجموعة من الأسئلة لعالم الصحراء، لأن المشاهد اللي يتابع إبراهيم الكوني يتوقع مني أسئلة عن الصحراء، لكن ودي أعيدك إلى الأيديولوجيا. تقول الأيديولوجيا تزداد طغيانا، وأنا هذا الموضوع كثير يهمني، خاصة اليوم فيما يشهد المنطقة من مآسي ودمار، وأنت ترجعها إلى الأيديولوجيا. كيف الأيديولوجيا تزداد طغيانا؟ اشرح لي هذه الفكرة لو سمحت. هذا فلنقرأ واقعنا كما يجب أن يقرأ. الأيديولوجيا عندما قامت ثورات الربيع العربي، نعم. اعتقدنا أن هذا إذان بغروب الأيديولوجيا، وفجأة تقفز إلى المسرح أيديولوجيا أعتى وأقسى وأكثر عنفا، هي الأيديولوجيا الدينية. فجأة لقد اعتقدنا أن الثورات العربية ستصنع النهضة المفقودة التي وأدتها الأيديولوجيات السابقة، سواء الأممية أو القومية، فإذا بنا نفاجأ بأننا عدنا إلى الوراء بدل ما نتقدم إلى الأمام بالأيديولوجيات، بهيمنة الأيديولوجيا. ليس هيمنة الأيديولوجيا فقط، وإنما جنون الأيديولوجيا وفرض الأيديولوجيا. فرضت جماعات تفرض أيديولوجيتها اليوم إلى حد الجنون، إلى حد الجنون. هل هذا ما توقعته في ليبيا يعني في بداية الثورة؟ كلا، لم تتوقع إطلاقا. هذا المدهش في الأمر، هذا المدهش في الأمر. ولكن المشكلة أن الإنسان العربي البسيط البريء يقف موقف المتفرج وموقف العاجز أمام ما حدث، لأنه لم يفق من الصدمة بعد. أعتقد أن الصدمة كانت من القوة، بحيث أنه ما زال في غيبوبة، مما حدث. نعم. ولكن قلت لي أيضا أنه المجتمع الليبي بطبيعته مجتمع متسامح، مجتمع متدين، ولكن تدين فطري وليس التدين المؤدلج. اليوم في حديث عن وجود داعش وجماعات متطرفة في ليبيا، أي مستقبل لهذه الجماعات في مكان مثل المجتمع الليبي؟ يجب أن نتساءل أولا، هل هي جماعات طارئة أم هي نتاج مجتمع، نتاج الواقع الليبي؟ نعم. إذا علمنا أنها ليست نتاج الواقع الليبي فمصيرها أكيد معروف، لا مستقبل لها في ليبيا، لأنها واردة من الخارج.
نعم. كأنها سلعة تم استيرادها لظرف ما أو لسبب ما. نعم. أعيدك إلى مواضيع يعني يحبها إبراهيم الكوني. تقول بأن إنسان العمران متوتر دائما بسبب الاحتكاك المستمر، وتشير إلى مثل طوارقي: قربوا قلوبكم وباعدوا بيوتكم. كيف نشرح هذه الفكرة للمشاهد؟ في غاية البساطة، أنا لقد قلت وأقول دائما أن الحلقة المفقودة في التاريخ البشري هي يوم انفصل المجتمع البشري الذي كان راحلا في البداية. نعم. كله إلى قطبين أساسيين: قطب راحل وقطب مستقر. القطب الذي اختار الاستقرار أنتج في بداية الأمر حرفة. الحرفة كالزراعة مثلا، كالزراعة. الحرفة أنتجت الملكية، الملكية أنتجت الصفقة التجارية، الصفقة التجارية أنتجت السلطة، السلطة أنتجت الأيديولوجيا من خلال السياسة طبعا، أو ما نسميه سياسة. نعم. الأيديولوجيا أنتجت الطاغوت. في المقابل إنسان البرية الذي يحيا على اقتصاد شحيح تهبه الطبيعة بالدرجة الأولى، ويسمى رعوي التباسا أعتقد، لأنه هو في الواقع الأمر ليس رعويا، وإنما يرعى مبدأ أعظم وأنبل وهو الحرية. مبدأه الرئيسي هو أي دميته الوجودية. نعم. هي الحرية. الحرية هي التي أنتجت الميثولوجيا، لأن الإنسان ذو طابع، هذا الإنسان ذو طابع وجداني، ذو طابع رومانسي، لأنه قريب للطبيعة. نعم. ولهذا السبب كانت هناك الفنون، وهناك التمائم التي ولدت مع الفنون، وهناك ولد الدين بالمعنى الميثولوجي في بدء الأمر. كيف يعيش الإنسان مثلك؟ هذه الميثولوجيا هي التي نعم. أنجبت اللاهوت. ولهذا السبب كل الديانات نعم. الديانات وكل الأفكار الكبرى قادمة من البرية، من نعم. الصحاري، وليست من كيف يجمع ابن المدينة اليوم بين الحداثة وبين ثقافة الصحراء وهو يعيش في المدينة مثلك أنت أستاذ إبراهيم؟ هذه هي هناك تقنية، الكثيرون يستعينون على ذلك بتقنية العزلة. العزلة تقنية في سبيل استعادة الحرية المفقودة. جميل. في سبيل استعادة البعد المفقود في الوجود، لأن الإنسان بطبيعته حالم وباحث عن الله. نعم. باحث عن فردوسه المفقود. هو الفردوس لو لم يكن مفقودا لما كان فردوسا. لو وضعنا هذا الإنسان في الفردوس لخرج منه، كما حدث مع آدم بالضبط. إذن هو بطبيعة الحال مبدأ مفقود، ولكن يعيننا على أن نحيا، على أن نعبر جحيم هذا الوجود. هذا الحلم بالحرية أو بالبعد المفقود أو بالفردوس المفقود هو ما يهب الإنسان قيمة أخلاقية. ولهذا الروح الأخلاقية قوية جدا في لدى الإنسان، هذا الإنسان الراحل البسيط العفوي، لأنه عفوي. نعم. طيب، سنأخذ الفاصل الأول في هذا الحوار أستاذ إبراهيم، وأعود معك لكثير من الأسئلة حول طروحاتك وفلسفتك في الوجود والترحال، ولكن بعد هذا الفاصل ابقوا معي. أهلا بكم في هذا الحوار مع الروائي العالمي الأستاذ إبراهيم الكوني. أستاذ إبراهيم، تقول دين الرحيل دين الحرية. كيف يكون الرحيل دينا وحرية؟ الرحيل كما قلنا منذ قليل هو استجابة لنداء وجودي لدى كل إنسان في هذا الوجود، وهو الحلم بوجود معنى في الوجود، وجود معنى للوجود. أي تستطيع أن تقوله بصيغة أخرى، وهو البحث عن مثال، البحث عن الله، البحث عن الحقيقة، البحث عن فردوس مفقود. هي كلها أسماء متعددة لمبدأ واحد. إذن هو حرية لأنه لا يعترف بالواقع. واقع الإنسان الراحل واقع لا واقع نستطيع أن نسميه، لأن لا وجود العلاقة هناك.
نعم. العلاقة موجودة فقط في مجتمع العمران المكتظ، المكان الذي يسميه الإنسان الرحيل بالحبوس. المدن هذه حبوس، يعني والواحات كسجن حبوس. تقصد؟ بالتأكيد حبس. ربما قمقم حتى. لهذا السبب الإنسان الرحيل يعني متحرر من العلاقة، يلتقي صحيح، قد يجتمع مع الآخر، ولكن اجتماعه لا يدوم، لا يجتمع إلا ليفترق. وحتى إذا اجتمعوا فيجتمعوا متباعدين، أخبية متباعدة متناثرة في الخلاء، في الطبيعة. هل هذا يفسر ترحالك الدائم أستاذ إبراهيم؟ يعني لديك رؤية أو فلسفة حول ترحالك، بل قلت لي أنك تؤمن بحرق السفن في مشوار الترحال. يعني لماذا هذا الرحيل الذي لا يتوقف؟ يعني ما شاء الله عشت في مدن كثيرة جدا 45 سنة وأنت تمارس الترحال. الترحال أيضا نداء، استجابة لنداء. الترحال استجابة لنداء، ولكنه النداء الذي يحتاج إلى شجاعة لكي ننفذه في أرض الواقع. ما هو هذا النداء؟ نداء الحرية الذي نتحدث عنه، نداء الحقيقة، نداء وجود شيء ما وراء الأفق، وراء الوجود. يعني أقصد إنسان لا يبحث عن حقيقته، عن هويته الإلهية خارج هذه الحدود المرئية، إنسان فاشل ولن يكون سعيدا على الإطلاق. لأن السعادة موجودة في الطلب كما يقول أهل التصوف. السعادة موجودة في البحث عن السعادة، أو عن الله، أو عن أي فكرة نبيلة إنسانية كبرى. ولهذا السبب الرحيل بطبيعة الحال بالنسبة لي يحيا ربما في الجينات. لأنك ابن الصحراء؟ لأنني ابن الصحراء يقينا، ولكن لا يزيدها الهم الوجودي إلا تأججا يغذيها. لابد أن يوجد شيء ما نسموه، دعنا نسميه الهم بالكينونة. إذن لابد أن أبحث عن نفسي في الآخرين، في الأمم، في المسافات، إلى الأبد، إلى الممات. أقصد أن يجب أن نأخذ بوصايا الحكماء الذين يقولون أننا يجب أن نجعل النصف الأخير من دنيانا أو من حياتنا أو من رحلتنا هذه أجمل من النصف الأول. وعندما تأتي لحظة الوداع يجب أن نفرح لأننا وصلنا إلى نهاية المطاف. لكن لماذا الحنين دائما للصحراء؟ يعني كتبت كثيرا عن الصحراء وتكتب عن الصحراء. البعض يقول أن إبراهيم الكوني لم يعش الصحراء حقيقة، ولكنه يتخيل الصحراء أو يحلم بالصحراء. أنا عشت الصحراء كما لم يحياها الناس الذين يحيون في الصحراء. كيف؟ لأن الوجدان، سلطة الوجدان. أنا ولدت في الصحراء، حبل السرة موجود هناك، الوتد الأصلي هناك، السر الأول موجود هناك، الكنز الأصلي موجود هناك. صحيح لم أعش في الصحراء فترة طويلة، ولكنها هي في اللاوعي. وهنا المسألة تصبح ملتبسة وأقوى عندما تسكن اللاوعي، في حين أنني أعود إلى الصحراء وأزورها بشكل مستمر. نعم. عندما كنت أحيا في الاتحاد السوفيتي في نهاية الستينات وبداية السبعينات، كنت أزور الصحراء برغم الصعوبات بشكل كل 6 أشهر، نوع من الحج إلى حرم، لأن الصحراء كما أقول دائما هي حرم، وإلا لما ورد في الكتب المقدسة الأمر الإلهي في سفر الخروج الموجه للفرعون الذي يقول له اطلق شعبي ليعبدني في البرية. لم يقل له اطلق شعبي ليذهب إلى أرض الميعاد، لا، قال له اطلق شعبي ليعبدني في البرية. معنى هذا أن البرية هي المسجد، هي الحرم، هي المعبد الذي أقبل فيه صلاة. دليل آخر هابيل. لماذا قبل الرب قربان هابيل ورفض قربان قابيل؟ هابيل يمثل الإنسان الراحل لأنه راعي، نعم، وقابيل يمثل الإنسان المستقر لأنه فلاح. الرب رفض قربان الإنسان المستقر وقبل قربان الإنسان
الراحل لأنه هو ابن الحرية، لأنه هو الإلهي. لهذا السبب نعم. القديس أغسطين يقول أن القبيلة الإلهية هي القبيلة الراحلة، والقبيلة الدنيوية هي القبيلة المستقرة. نعم. قبيلة قابيل. والصحراء ولهذا عالم. السبب أيضا حدثت أول جريمة في التاريخ. نعم. لأن بسبب الغيرة، بسبب الحسد. وتقول أن عالم الصحراء عالم صارم جدا، الأخلاق تحكمه، وهناك أيضا ثنائية العرف والقانون في هذه مسألة المقارنة بين المجتمع الراحل وبين المجتمع المستقر. نعم. المجتمع الراحل قانونه العرف أو الناموس الأخلاقي. المجتمع المستقر قانونها القوانين. اضطر أن يسن القوانين لكي يضع حد لاعتداء الإنسان على أخيه الإنسان، في حين أن في الصحراء اللي هو العلاقات فيها طبيعية والعلاقات فيها غير نفعية وتصبح غير عدوانية بطبيعة الحال. ولهذا السبب هم أسسوا لأنفسهم ناموس آخر. ولهذا يرد في الكتب المقدسة النص الذي يقول أن هؤلاء الذين ليس لديهم الناموس وعملوا ما في الناموس هم في الواقع ناموس لأنفسهم، في غاية الدلالة. في غاية الدلالة. يعني أسسوا ناموس إلهي بالعلاقة فعليا على الأرض، ولم يضطروا لتأسيس قوانين أو لتأليف قوانين كما هو الحال لدى الإنسان المستقر. نعم. هذه ليست مفاضلة بين القطبين، ولكن هذا الواقع. ولكن الصحراء هي مرحلة من عمر المجتمعات أو الشعوب كما نلاحظ. يعني لا يمكن أن تعيش المجتمعات إلى الأبد بهذا النظام القبلي معتمدة على العرف. أليست سنة الحياة أن تتحول المجتمعات من برية إلى مدينة إلى حداثة؟ قد يحدث تلاقح، أو قد يحدث الهجرة من هنا إلى هناك أو بالعكس. لكن في الغالب أن أولئك للأسف أن في الغالب أن إنسان البرية هو الذي تلتهمه المدينة ويفقد هويته ويفقد روحه ويفقد حريته طبعا. نعم. طيب، في عشب الليل تقول: ما إن يعلم الإنسان بأن له أخا يحيا في الرقعة المجهولة حتى يصبح لا بد له من أن يحتال ويبدع ويركب الريح ليصل إليه. يصل إليه يرتمي بين ذراعيه، يحتضنه بحرارة ويبكي بدموع الحنين بين يديه، ثم يستغفله في الظهر الطعنة المميتة. هذا هو الإنسان. كأنك تقول الإنسان غدار بطبعه. لا، هو هذا اللي يحدث، هذا بسبب العلاقة عداء. العلاقة دائما عداء. نعم. العلاقة، لهذا يقال الجحيم هو الآخر. يعني عندما هذا الإنسان بالفعل الإنسان، يعني عندما يقول أرسطو أن الإنسان كائن اجتماعي، لم يخطئ، ولكنه كائن اجتماعي واجتماعي شقي. يجب أن يكمل ماذا يحدث عندما يصبح الإنسان إنسانا اجتماعيا. عندما يصبح الإنسان اجتماعيا يصبح إنسانا شريرا. وهذا الدراما هنا. الدراما أنك أنت لا تستطيع أن تستغني عن الإنسان، ولهذا تهرع له وترتمي بين يديه كالطفل وتستغفره، ولكن في نفس الوقت لا تلبث بعد قليل إلا أن يعني بحكم العلاقة تدخل في صراع. يحدث صراع قابيل وهابيل. نعم. من مقولاتك في رسول السماوات السبع: نحن لا نميت إلا من نحب. بالضبط. هذا دراما الكون. يعني حب قاتل. الحب طبعا. الحب لأنه علاقة، مش علاقة عادية، سوبر علاقة. يعني علاقة تريد أن تؤله المحبوب، والمحبوب لا يستطيع أن يتأله. تقتله لكي تتماهى معه. لكي تحبه كما ينبغي يجب أن تحبه في الموت. في الواقع لا حب إلا في الموت. ما هو الموت؟ الموت هو الحرية في بعدها الأقصى. في رواية شجرة الرتم أستاذ إبراهيم صدرتها بعبارة لنيتشه: الصحراء تمتد وتتسع، فالويل لمن تسول له نفسه أن يستولي على الصحراء. أولا، هل أنت يعني نيتشوي في نظرتك للإنسان؟ أنا لست نيتشويا في أي شيء. أنا استوعبت كل ثقافات العالم. أنا يدهشني أن الناس يبحثون دائما عن بماذا تأثرت أو بماذا
استعنت وبماذا اهتديت. في واقع الأمر أنا لم أهتدي إلا بما وهبني الله. أنا إنسان يبحث في هذا العالم عاري الصدر، يبحث عن الحقيقة ويتلقى الطعنات ويحاول ألا يعير اهتماما لأولئك أو هؤلاء، ولكن في نهاية المطاف لا بد أن أقول الإنسان تأثرت بالجميع، يعني تأثرت بالجميع ولم أتأثر بأحد. لابد أن تهضم المعارف الإنسانية كلها لكي تستخلص منها وجهة نظر. ليش عندك حساسية من هذا السؤال تحديدا أستاذ إبراهيم؟ لأنني مع منذ أيام يعني كنت في الكويت، وأقام أستاذ جامعي مبجل من السعودية تحديدا، وأحترمه، وجاء لكي يدعوني إلى هناك لكي ألقي هناك محاضرة بحسن نية، وفاجأني بسؤال يقول أنك من الملاحظ أنك تستعير أو تستشهد بالغرب أو لا أستشهد لا بالغرب ولا بالشرق، أستشهد بالكل، بالكتب السماوية، بكل الثقافات في شرقها وغربها، بالكلاسيك، بالأدب العربي الكلاسيكي، بحكماء الطوارق، بكل شيء. هذا لا أحمل وجهة نظر مسبقة. نعم. أنا الرياح تتقاذفني وأحاول أن أجدف مثل أوليس. نعم. في بحر لكن لا اطمئن، تهمة التغريب جزء من حواراتنا العربية للأسف اليوم، فلست وحيدا فيها. لا معلش، ولهذا دعنا نعم. نتحدث. أعود إلى موضوع محاولة الاستيلاء على الصحراء. نعم. أنت لديك يعني نعم. هذا الهاجس. هو فسرت هذه العبارة كثيرا لدى المتخصصين في نيتشه. نعم. وأغلبهم يعتقدون أن نيتشه يقصد هنا بالصحراء الوجود طبعا. وأن ولهذا هتلر يقال أنه لم يفهم نيتشه تماما، قضية السوبرمان، يعني استعار أيديولوجية السوبرمان من نيتشه. لو تأمل هذه العبارة جيدا لما جرؤ على التطاول على محاولة الاستيلاء على الدنيا أو الاستيلاء على الوجود كما حاول، لأن هنا عندما تكون الصحراء رمز للوجود، فهنا عبارة قاسية جدا ضد الطغيان، أن نعم. ويل لمن يحاول أن يستولي على الوجود. هذه أيديولوجية الطغاة، أن في البداية يأتي ليستولي على السلطة، ثم يستعين بالأيديولوجيا، ثم يبدأ في الهيمنة، ثم ينتهي إلى أنه هو الإله. يتأله، بمعنى استيلاء الوجود هو التأله، أن الوجود هذا أكبر من أن يستولى عليه. الوجود هذا أو الصحراء، لأن بالفعل هو الصحراء، والصحراء تصلح رمزا للوجود، لأن في يقيني الصحراء بحضور الروح وجود، والعالم نعم. بلا روح صحراء. نعم. الصوفية حاضرة في كتاباتك أستاذ إبراهيم، لكن يبدو أنها الصوفية يعني ليست الممنهجة، إنما الصوفية العفوية إذا جاز الوصف. هل تفرق بين التصوف العفوي والتصوف الممنهج في مسيرتك أنت شخصيا؟ لا يستطيع مبدع أن يبدع بدون تصوف. التصوف ليس بالمعنى الحرفي بطبيعة الحال، ولكن التصوف روح التصوف. ما معنى روح التصوف؟ بمعنى محاولة اختراق الأشياء، بمعنى التماهي بالوجود إلى أقصى مدى، بمعنى التأمل، أن يكون التأمل ليس فقط أن يكون التأمل دينا، لأن لا دين بلا تأمل أساسا، ولا حقيقة بلا تأمل. هذا هو التأمل التصوف. نعم، الاستغراق في التأمل والوجد. نعم. الحالة الوجدية، هذه الحالة الوجدية موجودة في قلب كل إنسان وقع الأمر. كل إنسان متصوف، كل ما هناك من يحترف أو يتوغل في هذا الشوط طريق بعيدا، وهناك من يرتد أو يستدرك في آخر لحظة لكي يظل يحافظ على كينونته الدنيوية. أما أفخر به، أنا أفخر بأن تكون لدي روح التصوف. نعم. أنا لا أعرف لماذا يدان التصوف، لا أعرف لماذا،
نعم. لأن مقولة قالت هو يمكن أن يتماهى بالله مثلا، لا أفهم. أنا فقط أسأل يعني نعم. من مقولات الناموس: يتلذذ الإنسان في الاجتماع إلى الناس ويجد أشد الصعوبات في الاجتماع إلى نفسه. هل الأستاذ إبراهيم يحب الوحدة؟ هل هذه يعني لها علاقة بعزلة؟ بدون عزلة لا إبداع، لا نبوءة. بدون عزلة لا نبوءة. من هو النبي الذي خرج إلى العالم بدون توحد؟ ألا تذكرنا 20 سنة في غار حراء بمصير أو بثمن الذي يدفعه كل نبي، أو بتيه 40 عاما في صحراء سيناء إلى آخره. يعني كل الأفكار الكبرى نتجت عن التأمل، والتأمل لا يحدث إلا في العزلة بطبيعة الحال. ونجحت في تحقيق عزلتك المنشودة إلى حد ما. حتى وأنت في المدن في عصرنا هذا صعب جدا، ولكنني استطعت أن أفعل ذلك في عدة مدن كبرى أوروبية وعربية التي عبرتها وعشت فيها. جميل. إذن عندي الفاصل الأخير أستاذ إبراهيم الكوني، سأعود بعده لبعض الأسئلة والتعليقات على ما يكتبه الأستاذ إبراهيم الكوني. ابقوا معي. إذن نستمر في هذا الحوار مع الروائي العالمي الأستاذ إبراهيم الكوني. أستاذ إبراهيم، من الأسئلة التي تلقيناها عبر تويتر، عبد الرحمن سعود يسأل عن تعريفك للصبر، يقول إنه تعلم الصبر من رواياتك. عنده سؤال أيضا عن أحب رواياتك لقلبك، ولكن خلني أبدأ بسؤاله عن الصبر. هذه تعويذة كنا نتلقاها من العجائز وكنا نسخر منها، ولكنني لم أعرف أنها هي بالفعل مفتاح السعادة، ليس فقط الوجود وإنما مفتاح السعادة أيضا، إلا بعد ما جربت هذه الدنيا طويلة. توماس مان هو من يقول أن لكتابة الرواية لا حيلة إلا الصبر، ثم الصبر. وهذا صحيح، لأن الرواية تحدي كبير، لأن في واقع الأمر تعيد صياغة العالم. الناس يعتقدوا أنها هي تأليف لحكاية، في حين أنها هي إعادة صياغة للعالم من خلال وجهة نظر محددة، وخلال هوية هذا المخلوق بالذات. ولهذا لا يمكن أن يتم إلا بأقصى حدود الصبر. الكتابة ذاتها تعلمك الصبر بالتأكيد. ولهذا أسمي المكتب المقصلة. نعم، لأنك تشعر أنك أنت خارج العالم، لأن من يبدع في تلك اللحظة ليس الشخص، ولكنه بعد آخر مفقود في الشخص. ألا وهو بعد مفقود كما قلت، لا أعلم، لا تعرف. إكس. لا أحد من الكتاب يستطيع أن يقول لك هويته في لحظة الإبداع. الإبداع الحقيقي عندما يستغرق هو في ذلك الوقت خارج الوجود، لأن التحديق في الأبدية له ثمن. لهذا السبب نعم. الصبر كلمة مبتذلة، أصبحت مبتذلة إذا قيست بهذه الحالة. أي مستقبل للرواية أستاذ إبراهيم في ظل هذه التقنيات اللي اختزلت كلمات الناس وأفكار الناس في كلمات محدودة؟ الواقع أنه المفروض نتساءل عن مستقبل الثقافة في العالم، ليس الرواية فقط، لأن بسبب التقنية الآن وبسبب استسهال المعلومة وبسبب الخلط بين المعلومة وبين المعرفة يحدث تغريب ممنهج للثقافة. ليس عبثا أن منذ تسعينيات القرن الماضية إلى هذا اليوم انحطت الثقافة في نشرات الأخبار وفي الصحف وفي كل وسائل الإعلام من الدرجة ما قبل الأخيرة في الأخبار إلى الدرجة الأخيرة. كانوا دائما تأتي الثقافة قبل الرياضة، الآن الرياضة فوق، حطوا الرياضة فوق والثقافة تحت، أي أنها في انحطاط مستمر. يعني هذا نعم.
هذا إشارة، يعني إشارة سيئة نعم. لما يحدث من بسبب التغريب. التغريب يحدث بسبب الهوس بتقنية المعلومات. التغريب نعم، تغريب العالم كله. إذا كانت اغتربت الثقافة نعم. تغترب روح الإنسان. طيب، عشان الوقت، عبد الرحمن كان يسأل أيضا عن أحب رواياتك إلى قلبك. أنا أعرف أن هذا السؤال قد يبدو يعني صعب على روائي أن يفضل رواية على أخرى. عملي المركزي أعتقد أنه المجوس. هذا عمل مركزي الذي لم يقرأ كما يجب أن يقرأ، باستثناء عدد محدود من المثقفين، لأنه عمل ملحمي وضخم وصعب. نعم. أيضا من الأسئلة الأستاذ سعيد حمدان يسألك عن حال ليبيا الآن بعد أن تخلت عن السحر والجمل والبتر إلى آخره. كيف ترى ليبيا اليوم وليبيا المستقبل؟ ليبيا في وضع مأساوي بطبيعة الحال. عندما يكون الكل ضد الكل، وهذا ما نبهتهم إليه منذ 5 سنوات، ورجموني بالحجارة منذ 5 سنوات، هذا ثبت فيما بعد أنه حقيقة. لم يسمعوك وقتها؟ بالتأكيد، إطلاقا. كل ما أريد أن أقوله لإخوتي في ليبيا هو بقلته الطبيعة. الطبيعة تقول أن الأخلاف في العادة هم الذين يدفنون الأسلاف. الابن هو الذي يدفن الأب، ولكن في الحروب يحدث العكس. الآباء هم الذين يدفنون الأبناء، الأسلاف هم الذين يدفنون الأخلاف. هذا ضد ناموس الطبيعة. عليهم أن يعلموا اليوم أنهم ما يفعلونه ضد ناموس الطبيعة، وهذا هول. هذا يعني يبشر بهول. إذا استمروا في هذا الطريق فإنهم سيجدون أنهم سيندثرون، لأن عندما الأسلاف يدفنوا الأخلاف، العملية معكوسة، فمعنى هذا أن الذرية ستنتفي. لا مستقبل. لا، الذرية ستنتفي. نعم. نعم. سواء كانت ذرية إنسانية على المستوى الإنساني أو إذا كانت الحرب على مستوى نعم. رقعة معينة. أستاذ إبراهيم، قلت لي أن داعش تجسد الأيديولوجيا الدينية العدمية. اليوم للأسف داعش حاضرة في كل حواراتنا وأحاديثنا. هل نفسر في هذه الفكرة الأيديولوجية الدينية العدمية؟ بالتأكيد. الأيديولوجيا كانت في القرن الماضي أيديولوجيا مهيمنة وعدوانية. نعم. وجنونية. الآن هي عدمية. في هذا المستوى هي عدمية بكل معنى الكلمة. عدمية بالمعنى الحرفي. عدمية وعبثية أيضا. عبثية معناها عدمية أقصى درجات، أقصى من العبث. نعم. أقصى من العبث. وإحنا نتحدث عن داعش لأنها وصلت ليبيا اليوم. هي استئصال. نعم. هي عملية استئصال. نعم. أقول إنها وصلت ليبيا اليوم داعش. بالتأكيد. أقصد أن عندما الإنسان يحاول أن يلغي مجتمع كامل ويخلق مجتمع جديد، يلغيه بحد السيف. ليس بحد الإقناع، ولكن بالفرض، بالقوة. هذا يعني عدمية. هذا يعني حينتهي إلى أن يحكم لوحده بدون شعب. لكنها ما زالت تغري شباب كثير من المنطقة. كيف تقرأ هذا الهوس بجماعات متطرفة مثل داعش؟ هذا ما يدهشني. هذا بسبب تغريب الثقافة. أنت قلت تنويم مغناطيسي. تنويم مغناطيسي. عندما يأتي إنسان ويصادر عقلي إلى درجة أن يملي علي أن أسير وأفجر نفسي في ناس أبرياء، أو أؤدي يعني عمل تخريبي أو القتل. يكفي أنه قتل. نعم. يكفي أنه قتل مجاني. نعم. قلت إن داعش حول الدين إلى أكذوبة. بطبيعة الحال. يعني أصبحت الناس تتساءل اليوم، لأنه كما تعلم داعش وجماعات التطرف الديني تبرر أفعالها بأحاديث، بآيات قرآنية، بتفسيرات لأحداث إسلامية أيضا. أقصد أن كيف نواجه هذا تغريب الدين. هذا تغريب الدين. كيف نواجهها؟ كيف نحارب داعش فكريا؟ أقصد أن نحن نحتكم إلى القرآن بين أيدينا. السيرة النبوية بين أيدينا.
التراث يعني مسيرة الإسلام من فجره إلى هذا اليوم بين أيدينا. نحن لا نجد نصوصا في هذا كله تبيح ما يحدث. فليحاولوا أن يقنعوني ولكنهم يقنعون آلاف الشباب بخطابهم الديني المستند إلى التراث إلى الأحاديث. هذا ثمن تغريب الثقافة. عندما تسيطر وسائل الإعلام على العالم وتبيح للأكذوبة أن تنتشر، اليوم تستطيع أن تقول أي كذوبة في النت عنك شخصيا يصدقها كل العالم. نعم، شكرا. ولن تستطيع أن تبرئ نفسك منها. للأسف الشديد أزف الوقت أستاذ إبراهيم الكوني، لكن هذا الحوار سيستمر مع ضيفنا الروائي العالمي الأستاذ إبراهيم الكوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي. سيعلق الضيف الكريم على أسئلتكم وتعليقاتكم الأسبوع القادم إن شاء الله. نلتقي مع ضيف آخر ولقاء متجدد في حديث العرب. إلى اللقاء.